فضائح التحرش الجنسي تصل إلى البيت الأبيض، وتطال هذه المرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 3 سيدات يكسرن الصمت، إحداهن تقول إن حركة أنا أيضا المنتشرة بكثرة والمنددة بالتحرش الجنسي هي التي شجعتها على سرد قصتها أمام الكاميرات بلا خجل. صافحني باليد وقبلني مرتين على الخد، ثم أمسك بيدي وأخذ يواصل القبلات وهو يطرح علي أسئلة مثل من أين أنت؟ وفجأة قبلني على شفتي. فوجئت وأصابتني صدمة. مؤسسة بريف نيو فيلم التي أصدرت الشهر الماضي فيلما وثائقيا يرصد قصص سيدات يروين تحرش ترامب بهن جنسيا نظمت مؤتمرا صحفيا. ال3 سيدات طلبن الكونغرس الأمريكي بالتحقيق في الأمر. استقال أناس آخرون، عليه أن يفعل مثلهم، لكن لا أعتقد أنه سيقوم بذلك. انضمت النائبات الديمقراطيات إلى صفوف هذه السيدات وطالبن في رسالة مكتوبة الكونغرس الأمريكي بالتحقيق في شكاويهن، في حين سارع البيت الأبيض بنفي هذه الادعاءات التي وصفها بالكاذبة. نفى الرئيس هذه المزاعم كما ذكر شهود عيان، وأظهرت عدة تقارير. الشعب الأمريكي كان يعلم ذلك من قبل واختار الرئيس ترامب. بالفعل تعرض ترامب من قبل لاتهامات مماثلة خلال حملته الانتخابية، كما تم تناقل هذا التسريب الصوتي له. لكنه اعتذر بعد ذلك، مؤكدا أن هذه المحادثة الخاصة تعود إلى سنوات عديدة ماضية.